السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ توتي. النهارده هنقدم مع بعض كيكة الشوكولاتة بمكونات كلها في البيت، وبوصفة سهلة جدا ان شاء الله تعجبكم. والكريمة الطبقة اللي انا عاملاها ان شاء الله وصفتها تعجبكم، بس اللي يعجب وصفتي ما ينساش في اللايك والاشتراك في القناة اول مرة يشوفنا وتفعيل الجرس عشان اي وصفة اعملها توصل لكم اشعار بيها. تعالوا نشوفوا الكيكة مع بعض. اول حاجه في مقادير الكيكه بتاعتنا انا عندي كوبايه سكر، وعندي كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، 3 بيضات، ونص معلقه فانيليا. بالنسبه بقى للمواد الجافه بتاعتي انا عندي كوبايه ونص دقيق، معلقتين كبار كاكاو خام، وعندي معلقتين بيكنج باودر. هنجيب بوله كبيره ومنخل فيها الدقيق والكاكاو. طبعا في الكيكه لازم نمنخله الدقيق عشان الكيكه تبقى ناجحه، وهنحط معلقتين البودر معاهم. هنمنخل كل ده كده ونجهزه عشان اول ما نضرب المكونات السائله نضيفها على طول على الدقيق والكاكاو. في شفشق الخلاط عندي هنضرب بسرعه بقى كده السكر مع اللبن. هضربهم الاول لحد ما ادوب السكر. انا عندي نص كوبايه الزيت، هبدا اضيفها حبه حبه وانا بضرب. بعد ما خلطت اللبن والسكر والزيت كويس مع بعض لحد ما يندمجوا، طبعا عشان السكر يدوب حلو بضربه الاول حلو قوي مع اللبن، وبعدين هنضيف ال3 البيضات اللي عندي، وهنضيف عليهم الفانيليا وحاجه بسيطه خل، وهضربهم كل المكونات دي مع بعض حلو في خلاط، وارجع بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا بعد ما ضربت المكونات السائله كلها معايا هنضيفها بقى على الدقيق والكاكاو والبودر بالشكل ده، وابدا اضربهم كده لحد كل المكونات ما تندمج معايا. واخد من الجناب كده كل كده. ببقى مجهزه طبعا قالب مقاس 35 مستطيل، وبكون دهناه ماده دهنيه، واضيف الخليط ده عليه فيه. انا بعد ما ضربت بقى خلاص المكونات مع بعض هبدا اضيفها كده في القالب بتاعي، اوزعها كده عشان تبقى كلها سوا واحد. وابقى طبعا مشغله الفرن، وبحط الكيكه بتاعتي ما بتاخدش وقت كتير، تاخد لها تقريبا تلت ساعه، لان القالب بتاعي كبير على الخليط. انا طبعا مش عايزاها تبقى مرتفعه قوي، عايزه سمكها يبقى معقول. بالنسبه للكريمه اللي هعملها انا عندي كوبايتين لبن، هنضيف لهم 4 معالق سكر، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار كاكاو، نص معلقه فانيليا، ومعلقه زبده. هبدا الاول. اول حاجه هعملها هحط في حله كده كوبايتين اللبن، وهنضيف لهم معلقتين النشا والسكر. طبعا هو السكر حسب الرغبه، انا حاطه لكل كوبايه لبن معلقتين سكر، يعني حاطه 4 معالق سكر، وعندي معلقتين كبار كاكاو والفانيليا. كل ده هدوبه الاول على البارد قبل ما ارفعه على النار، وهنسيب الزبده اخر حاجه هضيفها. الاول هندوب لحد ما نلاقي ان الخليط داب معايا خالص، هبدا ارفعه على النار كله على البارد كده. بعد ما داب كله عندي كده انا هبدا بقى ارفعه على النار لحد ما يعمل يتقل معايا. طبعا هي بدات تتقل معايا طول ما هي على النار. طبعا احنا ما بنرفعوش ايدينا عنها عشان ما تكلكعش معانا النشا. خلاص هي تقلت كده، خلاص هي كده بقت جاهزه تمام. انا هنحط اخر حاجه بقى معلقه الزبده تدوب كده بسخونيه الكريمه بتاعتي، وهقلبها برضو. هي كمان عملت فقاقيع، يعني خلاص النشا بتاعي استوى. هقلبها كده بسرعه وبعدين ارفعها من على النار. انا الكريمه بتاعتي بقت جاهزه معايا. انا هنفضيها في بوله تانية عشان تبرد. هنحطها في التلاجة بقى، يعني لما تهدى خالص نحطها في التلاجة لما تبرد خالص، عشان نشوف هنعمله ايه مع بعض. نكمله الكريمه اللي هنعملوها وهنضيفوها على الكيكه.
طبعا علشان خاطر ما تعملش وش من فوق انا هجيب كيس كده وهغطيها كلها عشان ما تعملش قشره بالشكل ده كده. هسيبها لما تهدى خالص احطها في التلاجة. انا سبت الكريمه بتاعتي لما بردت خالص احطها في التلاجة. هنشيل بقى الكيس من عليها، انا كنت حاطاه طبعا عشان ما تعملش طبقه. وهبدا اضيف لها 3 معالق كريم شانتيه هنضربهم بيها هتطعم الكريمه خالص اللي انا هزوق بيها الكيكه. ادي الكريمه بتاعتي بقت جاهزه. انا هنشوف بقى الكيكه بعد ما طلعت من الفرن. انا سبتها لما بردت خالص، هي خدت 20 دقيقه. انا هبدا اخرمها بالخله علشان اسقيها. لما اجي اسقيها ينزل كله يخلي الكيكه كلها. عندي لسقيه الكيكه انا عندي نص كوبايه لبن، هنضيف لهم نص معلقه نسكافيه كده، حاجه خفيفه مش كتيره. هندوبها كلها كده بالشكل ده. طبعا اللي يحب يضيف كاكاو او يسيبها لبن بس حسب يعني حريه كل واحد، بس النسكافيه بيديله مذاق جميل جدا. هبدا اسقي الكيكه بتاعتي دي كلها بالشكل ده كده. انا مش عايزه اسقيها كتير لان الكيكه اساسا طبقتها مش عاليه، فهي مش عايزه اسقيها ياما. هوزع بالشكل ده كله على الكيكه كلها. نضيفها كده على الكيكه، هبدا اوزعها عليها كلها، نسويها كده عليها على الوش كده علشان ما ياخدش من الكيكه. يعني الكيكه طبعا طريه من السقي. نبدا نوزع كده بالراحه لحد ما نغطي الكيكه كلها. انا وزعت الكريمه كلها على الكيكه بالشكل ده، وفردتها كده سويتها كلها خالص لحد ما بقت متسويه بالشكل ده كده. انا عندي بقى شوكولاته مبشوره هكمل تزيين الكيكه بتاعتي بيها. انا بشراها بالمبشره العاديه، هنوزعها كده على الكيكه كلها. طبعا الزواق ده بيبقى اختياري. طبعا احنا قبل ما نقطعوها او اي حاجه احنا هنسيبوها في التلاجة لان الكيكه مسقيه، فطبعا عشان ما تتبهدلش مني بنسيبها في التلاجة ساعه كده وبعدين نقطعوها. ساعه في التلاجة انا قطعتها، هنحب نوريها لكم من جوه. طبعا احنا بنسيبوها عشان تبقى متماسكه. ما شاء الله كيكه فعلا جميله جدا وناجحه. يعني اتبعوا بس المقادير عشان الكيكه تطلع بالجمال ده كله. وان شاء الله الوصفه تعجبكم وبألف هنا.